خلاص الامتار الاخيره من اليورو يواصل المتعه ويواصل الابداع. انجلترا في اللحظات الاخيره بتكسب هولندا المجتهد 2-1 وتصعد للفاينل. سيمونز بطل القصه وبطل الحدوته في البدايه، بيجيب هدف ولا اروع، هدف ولا اجمل، تصويبه رائعه جدا جدا بتعدي من فوق بيكفورد حارس مرمى ايفرتون ومنتخب انجلترا عشان تتقدم هولندا في البدايه. هولندا بتبدا بحماس، هولندا بتبدا بقوه، ومن مجهود فردي لسيمونز بيقدر يخطف هدف ولا اروع في البطوله. بعد ذلك تراجع كبير لمنتخب هولندا لحد اخر اللقاء، باستثناء بعض الحاجات في نهايه الشوط الثاني قبل هدف انجلترا. بعد ذلك انجلترا خدت المبادره الهجوميه. احد الهجمات الخطيره كره تلعب لهاري كين، ولكن دومفريس بيحط رجله معاه ويتحصل على ركله جزاء بعد الرجوع للفار، وبينجح هاري كين بنفسه انه يجيبها عشان يتعادل لمنتخب انجلترا 1-1 والمباراه ترجع من اول وجديد، ويستمر انجلترا في الضغط، تستمر انجلترا في مسكه الكوره، تستمر انجلترا في الضغط بقوه على هولندا، ولكن بلا اي هجمات خطيره. ما كانش فيها هجمات تقدر تقول عليها تقلب الماتش او تغير الموازين، بالعكس كلها كرات في المتناول، باستثناء كرة مهمة جدا 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 بيطلعها دومفريس من على خط المرمى، كانت ممكن تقلب الموازين. دومفريس عمل ركلة جزاء ولكن انقذ هدف مهم جدا جدا كان ممكن يقلب الموازين بدري بدري وينهي المباراة من بدري جدا. كرة فيل فودن بيلعبها تعدي من الكل، ولكن دومفريس من على خط المرمى بيطلعها في انقاذ قوي جدا في المباراة. طبعا بيعوض خطأ ضربة الجزاء. كما هي العادة معروف الشوط الثاني هو شوط المدربين، اتأخر قوي في التغييرات ولكن عمل حاجات صح لأول مرة يمكن في حياته. ينزل بالمر اللي نزل ادى حيوية كبيرة جدا لوسط ملعب منتخب انجلترا الهجومي. ثم تغييرة تانية التاريخ الانجليزي في الكوره هيقف عنده كتير بنسبه كبيره، تغييره واتكنز، قرر ينزل واتكنز وبيخرج هاري كين. بالمر بيدي كوره رائعه جدا جدا لواتكنز اللي بيتصرف بكل حرفنه وبكل مهاره. لعيب مش واخد حقه يا جماعه، مش واخد حقه. واتكنز لعيب اندر ريتد جدا جدا في الدوري الانجليزي، محدش بيتكلم عليه كتير، لكن لعيب مهم جدا، بياخد الكوره ويستلم ويلف بالراجل ويركنها هايله جدا عشان يجيب هدف تاريخي للمنتخب الانجليزي وسط حصره فان دايك مدافع منتخب هولندا ونادي ليفربول الانجليزي. خلاص حلمهم ضاع، كانوا بيحلموا يوصلوا للفاينل، كانوا بيزقوا منتخب انجلترا على الاشواط الاضافيه ثم ركلات الترجيح. ما كانش في اي رده فعل من منتخب هولندا في المباراه بصراحه، ضغطوا بعض الشيء، كام كره ثابته ولكن ما كانش في خطوره. يمكن بيكفورد طلع كره واحده، ولكن مدربهم جبان بصراحه والفريق تراجع للخلف بشكل كبير. منتخب انجلترا اسامه خض، لكن التجربه السابقه وضحت لنا ان لو ضغطت على منتخب انجلترا ولعبت معاه كوره ممكن تحرجه بشكل كبير، وده اللي هولندا ما عملتوش النهارده. هو هدف سيمونز مجهود فردي بشكل كبير. تبقى اللقطه دي هي اللي رجعت انجلترا للبطوله في دور ال16. هدف بيلينجهام في اللحظات الاخيره بيرجع انجلترا للبطوله، انجلترا بتصعد للفاينل بعد ربنا طبعا الفضل لبيلينجهام والهدف ده. في انتظار البطل اسبانيا انجلترا، ماتش قوي، ماتش مهم يوم الاحد القادم، مباراة قوية، مباراة رائعة جدا. اسبانيا منتخب تقيل جدا، انجلترا النهارده اظهر انه منتخب قوي. هنشوف الامور هتمشي ازاي في الفاينل. بلينجهام، هاري كين، اولمو، يمين يامال، وليله كبيره، ليله كبيره، هنستمتع بالفاينل بشكل كبير باذن الله. البالون دور تطبخ على نار هادئه يا عم بيلينجهام.